أنا ابن نقيات الجيوب، أنا ابن عديمات العيوب. ليش أنا ابن نقيات الجيوب؟ أنا ابن خديجة الكبرى، أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن سيدة النساء. لأنه أنت ابن هند اللي دخل عليها كانت تحت الفاكهة بن المغيرة المخزومي. فاكهة بن المغيرة ما كان زوجها أبو سفيان، فاكهة بن المغيرة المخزومي، ودخل على زوجته وجدها عندها رجل وطلقها الرجل، وصار الحكي. وجاءت حتى في البيعة أحد علماءنا الأعلام أعلى الله مقامه يقول يعلق في التعليق لطيفة، يقول لما صارت البيعة ووضعت النساء طشت للنساء تخلديها النساء، لأن الملامسة محرمة مع المرأة الصافح رجل. النبي يخلي إيده بالماء بالطشت والنساء تخلديها. فوحدة من النساء قالت يا رسول الله على ما نبايع شنو البيعة مالتنا؟ قال على 1 2 3 4 وأن لا يزنين. فوحدة من أيديهم ردت قالت وهل تزني الحرة؟ اللهم غفرانك ومعذرة للمجلس يعني بس كونوا يعرفون واقعهم، كونوا يعرفون تاريخهم. يقول فضحك فلان من الصحابة من كبار، بس احنا نضل دوم فلان وفلانة لما نموت، يعني إلا بالبرزخ الوجوزا بالبرزخ نلقيهم موجودين وما نقدر نحكي. شنو؟ فضحك ضحكا عاليا لما قال وهل تزني الحرة؟ هاي ردت عليه وهل تزني الحرة؟ فضحك ضحكا عاليا. يقول أحد أعلامنا يقول وهذا دليل على أنه يعرف عنها الكثير، وإلا ليش ضحك يعني؟ مو الحكي خربان. ما كانوا يقرون تاريخهم، يشوفون وضعهم شو بيه ما بيه.